القصة بتبدأ عن بنت تبلغ من العمر 16 سنة. لو عجبتك متنساش تعمل لنا لايك واكتب رايك في كومنت أو قول لنا حابب تسمع إيه. كان معاكم مقدم الفيديو محمد معجزة، وتنفيذ استوديو MH. القصة الثانية، جلسة لطرد الأشباح. تحكي هذه القصة فتاة تبلغ من العمر 16 عاما. كنت صغيرة وألعب حينها مع ابن جارنا، حيث فجأة سمعنا صوت أخته الكبرى تصرخ كثيرا بألم وتوجع، فسارعنا سويا لنعرف ما ألم بها، فوجدناها بغرفتها ويجلس بجوارها رجل دين ليخرج ما بها من شيء. بالنسبة لي وقتها خفي ومخيف، ما حدث بذلك اليوم لا أستطيع نسيانه مطلقا، وبالرغم من كل تلك السنوات التي مرت عليه إلا أنني أزال أتذكره كأنه حدث بالأمس. تغيرت الفتاة فجأة وصار صوتها كصوت رجل عجوز، صاحت في الرجل وفي كل من بالغرفة، ووقفت مرة واحدة بطريقة أرعبتنا جميعا، وأخذت تسير حتى توسطت الغرفة، ثم رفعت قدمها ووقفت على واحدة فقط، مالت براسها للوراء حتى لمست بها الأرض من تحتها، وهي ما زالت تقف على قدم واحدة. استمرت على هذه الوضعية كثيرا من الوقت بعدما فشل رجل الدين وأهلها في محاولاتهم في تغيير وضعيتها، وبعدها سقطت الفتاة بمفردها على الأرض مغشيا عليها. عندما استعادت وعيها أخذنا نسألها تساؤلات عديدة عما فعلت، ولكنها كانت غير متذكرة لأي شيء. لو عجبتك متنساش تعمل لنا لايك واكتب رايك في كومنت أو قول لنا حابب تسمع إيه. كان معاكم مقدم الفيديو محمد معجزة، وتنفيذ استوديو MH.